ما تتعبيش نفسك ولا تحتاري، تعالي شوفي سر طاجن المكرونة باللحمة بتاع المحلات. طاجن المكرونة باللحمة ده اسهل واجمل اكلة ممكن تعمليها، هتعمليها بطريقة سهلة وبسيطة. بصوا الجمال والحلاوة بتاع طاجن المكرونة، حاجة كده روعة وطعم جميل جدا. هنعمله النهاردة مع بعض بمقادير بسيطة جدا وبطريقة سهلة، مش هياخد معانا وقت خالص. يلا نسمي الله ونشوف المقادير. عندي هنا بصلاية كبيرة مبشورة، حطيت عليها حوالي نص كيلو من اللحمة المفرومة. انا حطيت البصل واللحمة المفرومة على طول مع بعض، هقلب اللحمة كده مع البصل وهسيبهم من غير توابل ولا حاجة، هسيبها بقى تتشوح مع بعض كده، وبعد كده نرجع لها تاني. عندي هنا حلة حطيت فيها معلقة كبيرة من السمنة، وبعدين ضفت عليهم بصلاية كبيرة مبشورة. هقلب البصل كويس مع السمنة. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك ولايك قبل ما نكمل الوصفة. بصوا البصل بعد ما البصل اتشوح معايا ولونه اصفر كده، هنبتدي بقى نضيف عليه. عندي هنا حوالي قرنين من الفلفل وخمس فصوص من الثوم. قطعت الثوم كده حتت صغيرة وبعد كده حطيته، يعني قرنين فلفل وفصين من الثوم هنضيفهم على البصل ونشوحهم. وبعد كده بقى نجيب كمية الطماطم اللي انت عايزة تعمليها. انا حطيت هنا معاكم وهحط شفشقين من الطماطم واسيبها تتسبك وارجع لكم تاني. بصوا الطماطم بتاعتي بعد ما اتسبكت التسبيكة، بصوا بقت حلوة وجميلة جدا. هي خلاص كده اتسبكت، انا وطيت عليها النار وسبتها لحد ما اتسبكت خالص. وبعد كده بقى زودتها مية علشان تبقى خفيفة معايا. هنحط لها بقى التوابل بتاعتها. حطيت معلقة من الفلفل الاسود ومعلقة ملح. بعد كده هضيف عليها حوالي معلقة صغيرة برضو من الكمون. ودي كل التوابل بتاعتنا. ممكن في المرحلة دي تضيفي ماجي، يعني لو حد عايز يستعمل مرقة ماجي او يستعمل شوربة يضيف شوربة على الخليط ده، براحتكم اللي انتوا عايزين. خلاص انا كده عندي الصلصة بتاعة المكرونة جهزت، مش محتاجة نحط لها حاجة تاني. اهم حاجة بس تكون خفيفة ما تكونش تقيلة. تعالوا نشوف اللحمة المفرومة بتاعتنا، هي كمان خلاص. يعني بصوا خلاص هي اتعصجت معايا. انا ضفت لها معلقة من الصلصة اللي انا لسه عاملاها مع حضراتكم وقلبتهم مع بعض كده. وكده خلاص اللحمة استوت مع البصل. هنضيف لها بقى التوابل. حطيت برضو معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وهضيف عليها معلقة من الكمون. وبعدين هنضيف دي معلقة صغيرة من السبع بهارات، يعني انا حطيت فلفل اسود وسبع بهارات، واضيف عليهم معلقة صغيرة من الكمون. برضو دي خلاص كل التوابل بتاعتنا. وهنحط طبعا ملح، مش هنضيف بقى اي نوع تاني من التوابل وحسب ما حضراتكم عايزين. هقلب كويس اللحمة المفرومة اللي اتعصجت معايا، هقلبها كويس كده مع التوابل بتاعتنا الفلفل الاسود والملح والكمون. هنقلب كويس وكده خلاص برضو اللحمة بتاعتي استوت، مش محتاجة ان انا اسيبها على النار تاني. هركنها على جنب ونشوف بقى نجهز مع بعض الطواجن بتاعتنا. عندي هنا كمية طواجن حسب يعني المقاس اللي عند حضراتكم. هحط في كل طاجن كده سنة من الزيت بس علشان المكرونة ما تلزقش معانا. نوزع الزيت كويس كده في الطاجن بالفرشة. وانا عندي بقى زي ما حضراتكم شايفين الصلصة جاهزة. بصوا حطيت كمية اللحمة وزعتها على الاربع طواجن كده كويس، يعني حسب برضو ما حضراتكم عايزين تكتروا اللحمة كده تزودوها اكتر من كده. وزعت اللحمة المفرومة كويس. وبعد كده بقى نجيب المكرونة، هضيف الكمية بتاعت المكرونة كلها. هحاول اوزعها على الطواجن كلها علشان كلهم يبقوا متساويين ويبقى نفس التسوية، يعني ما يبقاش في طاجن بياخد تسوية اكتر. بصوا حطينا الكمية بتاعت المكرونة كلها. هنضيف بقى دلوقتي الصلصة بتاعتنا. الصلصة بتاعتنا متسبكة وجميلة، لازم برضو علشان من اسرار
طواجن المكرونة ان الصلصة بتاعتك تبقى متسبكة كويس. سبكيها كويس وتزوديها مية وتخليها خفيفة، ما تبقاش تقيلة معاكي. برضو ده سر من اسرار الطواجن، ان انتي لازم تزوديها شوية مية او شوربة علشان المكرونة تستوي وما تبقاش ناشفة معاكي، تطلع مستوية وتطلع جميلة. انا هحط كمية الصلصة كلها وزعها على الطواجن بتاعتي. يعني كمية الصلصة تعرفي ازاي ان هي مناسبة، يعني تبقى كده الصلصة بتاعتك مغطية المكرونة كلها. بعد كده بقى هنغطيها بورق فويل وادخلها الفرن. انا الفرن مسخناها وحطاها من تحت بس. من اسرار تسوية المكرونة ان انتي ما تشغليش عليها الشواية، شغلي الفرن بس من تحت وسيبيها تستوي، وهتلاقيها بالظبط خدت معاكي تلت ساعة وهتطلع مستوية وجميلة جدا، وممكن اقل من تلت ساعة حسب الفرنة بتاعتك. يعني لو الفرنة بتاعتك سخنة وجميلة، طاجن المكرونة بتاعك هياخد بالظبط يعني 10 دقايق وهيطلع مستوي وجميل جدا. من اسرار التسوية بتاعة طاجن المكرونة علشان ما ينشفش معاكي، شغلي الفرن من تحت بس، هيطلع معاكي بالجمال والحلاوة دي. بصوا الجمال، طاجن المكرونة طالع مستوي وجميل جدا. وعملنا المكرونة بكل سهولة وما خدتش معانا وقت خالص. يعني يا دوب عبال ما بتعصجي اللحمة